في ايه وحش في الانسان؟ في ايه وحش في الانسان؟ تقول شهواته؟ في ايه شهوات؟ ده شهوات الانسان اجمل ما في الانسان. ده الانسان اللي ما عندوش شهوه ما يعرفش يشتهي محبه ربنا. ده الانسان الخامل، يعني قصدي اقول شهواته فتره وضعيفه، مع ربنا يبقى برضه فاتر وايه؟ ضعيف. عشان كده لما تلاقي موسى الاسود مثلا في الشر عنيف جدا، لما يقعد لربنا يبقى ايه؟ عنيف جدا. المسيحيه بتاعتنا جباره خالص، دي بتلاقيهاش بقى في ديانه تانيه. تبص تلاقي اللص هو اللي يدخل اول واحد ملكوت السماء. اشمعنى يعني؟ ما هي كده المسيحيه. الناس دولت اللي يجوا على مزاج المسيح. مريم المجدليه يقول لك امراه كانت في المدينه خاطئه. عارف يعني ايه في المدينه؟ يعني ما فيش عيل في المدينه الا عارف حكايتها. ما في المدينه يعني مثلا، طب ما في ناس خطاه كتير بس مش في المدينه. يعني على مستوى اسكندريه، يعني واخد بالك ازاي؟ يعني مش عارف اقول تكون ايه مثلا، تكون واحده مثلا مشهوره من الرقصات المشهورين جدا في اسكندريه او في القاهره مثلا، اللي بيتكلموا عنهم واي واحد يعرفها لو سالته، او بتظهر في التلفزيون او اي حاجه مثلا كده. امراه في المدينه كانت ايه؟ خاطئه. هي ديت اللي تستحق تشوف المسيح في قيامته اول واحده. هي اللي تستحق ان هي تكرز بالمسيح وتكون التابعه الاولى للمسيح. هي اللي يتكلم عنها المسيح يقول حيث ما يكرز بالانجيل في المسكونه كلها يذكر ما فعلته هذه المراه تذكارا لها. ولانه ما كانش بيتكلم عليها، كان بيتكلم على واحده ثانيه برضه سكبت الطين. خلاص الكلام عاوز اقول يعني ايه وحش في البني ادم؟ انا عاوز اعرف. انا عاوز اقول له يا رب كتر فيها الحاجات الوحشه، لان الحاجات الوحشه هي الحاجات الحلوه. عشان كده تبتدي تحترم نفسك وتحب نفسك جدا. اذا كانت ليك اخطاء شخصيه تقول ايه يعني اخطاء شخصيه؟ ده اخطاء الشخصيه دي هي الكنز بتاعي. ده هي دي اللي انا اعرف اقرب بيها للمسيح واعيش بيها بقوه. يعني مفيش بنت هنا وحشه قوي قوي زي مريم المجدليه، يا ريت يكون فيه. مفيش واحد هنا مجرم قوي 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 زي اللص كده، يا ريت يكون فيه. نفسنا في الايام دي يطلع عينات منتي، نفسنا صدقني. لان الكراسه بتاعت المسيح اصلا كانت ماشيه بالطريقه دي. يعني مثلا ايه؟ افرض الاخ ده، يا الواد ده ايه ده شفته النهارده في الكنيسه بيتناول. الواد ده بيتناول؟ مش معقول. ده لما تقول لي اي حكايه الا الحكايه دي، ده انا اعرف سيرته واصله وفصله. ده مش ممكن لو طبقت السماء على الارض ما ده ما يخشش السماء خالص. اقول لك لكن عجيبه النهارده كان بيعترف ويتناول. والمهم ان بعد كده داير عمال يتكلم على المسيح. تقول لي ده يعرف يتكلم على المسيح؟ ده عمر لسانه ما طلع كلمه عن الا كلمه يعلم بيها ربنا. اقول لك اهي كده المسيحيه عجيبه. فتبص تلاقي مسيحيتنا لطيفه جدا. لما بتغيب منها العينات ديت بتضعف المسيحيه. المسيحيه دايما عاوزه عينات عنيفه. عاوزه عينات ايه؟ عنيفه. يعني عنيفه في محبه ربنا، عنيفه في خدمته، عنيفه في الزهد، عنيفه في فعل الخير. هي وصيه المسيح كده غير عاديه. من سخرك ميلا سير معه ميلين. مين يرى نفسه فيه؟ ده لازم يكون واحد دماغه ناشف قوي. من سخرك ميلا سير معه ايه؟ ميلين. كنت بتكلم مع واحده بنت كده وبعدين قالت لي انا في ايام الاولانيه ما كانش يهمني حد، وكنت يعني حتى لما احب اعمل اي حاجه بايخه كده او حركه وحشه بتاع وحد يقول لي مش قدام الناس، اقول ما يهمنيش الناس. فلو بعدين دلوقتي قالت لي برضه دلوقتي ما بيهمنيش الناس. يجوا يتكلموا في اي موضوع اكلمهم عن المسيح يتريقوا عليه يقولوا ما يهمنيش. بكلمك مظبوط يعني انا بالاختبار كده قالت ما يهمنيش. ما كانتش واحده تقدر تقول ما يهمنيش الناس الا لان هي اصلا ما كانش بيهمها الايه؟ الناس. عايز اقول خلاص الكلام عشان ما اسرحش ان كل حاجه خلقها ربنا في الانسان حلوه، واحلى ما في الانسان الحاجات الوحشه دي مش تعيد ولا حاجه دي بقى. بس دي اسرار بيننا وبين بعض ما يفهمهاش غير المسيحيين. او احلى ما فينا هو الحاجات الايه؟ الوحشه. لما تتقلب ديت في حساب المسيح تبقى ايه؟ تمام. يقول لك فلان ده بيسهر في الشر. يا سلام على فلان ده لما يسهر في الصلاه، ما هو سهر برضه. يقول لك فلان ده فكره يسرح. يا ابويا ده الافكار الشريره اقعد بالساعات افكر واسرح. يقول لك فلان ده يقعد يتامل بفكره ده بالساعات. ما الافكار الشريره هي تامل برضه، امال هي ايه؟ خلي بالك هتبتدي تحترم نفسك وبعدين تقول الله ده انا تبيني فيا طاقات جباره وانسان عظيم بس مش واخد بالي. فده اللي قاله ابو مقار بقى في الحته. من اكتر الحاجات اللي اثرت في حياتي تفسير السفر ده للقديس ابو مقار. ولم يوجد في تاريخ القديسين لا في الشرق ولا الغرب
اللي فسر الاصحاح الاول لحزقيال النبي زي ما فسره ابو مقر. ولو حب تقراه في كتاب اسمه الروح القدس وعمله في داخل النفس، بيتكلم على العظه دي. هو موضوع لطيف جدا، لكن لو قريته هيلهب حياتك بمحبه الطهاره، لان هيوصلك لدرجه هتحس فيها ان انت بقى بقيت شايق عرش. ده من الاسفار العميقه جدا. حزقيال اصله جبار جدا. ده هو بيتكلم على النفس البشريه ان هي في شكل مركبه ناريه محموله بالشروبين والله جالس عليها. وبعدين بيقول لك حيث ما يحركها الروح تسير. ده بيتكلم على نفس وصلت لدرجه من النقاوه لدرجه عاليه جدا. يعني بيقول ان المركبه ديت اللي كان راكب عليها المسيح اللي هي النفس البشريه لها 4 وجوه: اسد وعجل وانسان ونسر. فعاوز يقول ان الانسان بيمر بجهاده الروحي في ال4 مراحل دول. في المرحله الاولى بتبقى زي الاسد، لان شهوات الانسان بتبقى في عنفها بتبقى زي الايه؟ الاسد. وزي ما يكون الانسان بيصارع مع اسد. دي مرحله بتبقى وحشه قوي في الانسان، بيبقى زي الاسد كده، يعني بيفجر البني ادم، يبقى وحش قوي. وبعدين لما يضبط نفسه بقى بيبقى زي الثور بس مربط كده. طبعا الثور في عنفه اقل من الايه؟ الاسد. الثور عنيف لكن ممكن برضه ايه تربطه الجبل ممكن، لكن الاسد ما اتربطش. وبعدين ينتقل لمرحله الانسان الايه؟ اللي خلاص ابتدى يفهم كده، يفهم العقل. والمرحله الرابعه بيصير كالنسر لغايه لما يوصل لدرجه الايه؟ النسر الطائر، ويبقى مستحق ان هو يصير مركبه ناريه حمل الله. فده اللي قاله ابو مقار بقى في الحته، قال ان ديت المركبه الناريه العذراء هي العرش اللي حامله المسيح، وال4 حيوانات حاملين العرش، والنفس البشريه هي اللي حامله المسيح، لان انتم هياكل الله. اصل درجه الانسان خطيره جدا. هياكل الله وروح الله ساكت فيكم، بس انتم مش واخدين بالكم من الآية في درجتها قد ايه. يعني ايه هياكل الله وروح الله ساكت فيكم؟ ده موضوع كبير جدا جدا جدا. صحيح لو تاخد بالك من البني ادم ده عجيب جدا. يعني مثلا خد مريم المجدلية، عندها طاقة حب استخدمتها في الشر الى اقصى درجة. واحدة ست تستخدم الشر اللي عندها، واول ما تحولت للمسيح نفس الطاقات الجبارة اللي فيها دي هي نفسها اللي ايه؟ استخدمتها مع المسيح. لم تكف عن تقبيل ايه؟ قدميه. اذا كانوا بيتكلموا عن الحب والدموع بتاعت الحب وبتاع، عينيها بقت تنزل ميه بقت تغسل رجلين الايه؟ المسيح. اذا كانوا بتتحالب شعرها وبتاع في ايامها الاولى الشريره كانت شعرها تحت رجلين الايه؟ المسيح. يعني عاوز اقول ان البني ادم الحاجات الوحشه اللي فيه كلها دي هي دي الحاجات الكويسه اللي مخلوقه عشان توصله لاعلى درجات العمق والشركه مع ربنا. عشان كده سهل جدا ان انسان يكون مسيح. مظبوط ولا مش؟ انا طولت في الموضوع ده لكن ربما يكون مفيد لينا.